السلام عليكم. بما اننا بدأنا في الكلام عن شركة بنيان من قبل الاكتتاب، فاستكمالا كده النهاردة عملت فيديو خفيف كده متابعة لأول يوم تداول. زي ما اتفقنا في آخر فيديو ان احنا محضرين ارقامنا، وفي الجلسة المفروض اننا بننفذ القرارات اللي اخدناها مسبقا. تمام. ايه اللي حصل النهاردة في اول يوم اكتتاب؟ السهم بدأ ب4 جنيه 96، ودي القيمة اللي اتحددت للسهم زي ما اتحدد برضو القيمة العادلة ليه ب7 جنيه 52 قرش. البورصة برضو كانت حددت الحدود السعرية للسهم بنسبة 40%، سواء كان صعودا أو هبوطا، كاستثناء بدلا من 20%، وده لأول يوم بس. وده طبعا بسبب التقلبات الشديدة اللي بتكون متوقعة في أول يوم تداول بعد الاكتتاب الأولي. يعني الحدود السعرية كانت معانا صعودا لحد 6.95 أو هبوطا لحد 2 جنيه 98. تمام. تعال نشوف ايه اللي حصل. مع بداية حركة التداول أول 15 دقيقة السهم عالي، بس وصل لحد فين؟ وصل لحد مستوى 5 جنيه 9 و5 جنيه 7 قروش. وهنا نسأل نفسنا، هل هو ده الهدف اللي احنا كنا عاملينه من الأول؟ هل ركنة الفلوس في المدة اللي كانت قليلة نسبيا حوالي أسبوع النسبة دي كده تمام؟ طيب هل السهم لسه فيه صعود تاني؟ لأن البورصة زي ما قلنا كانت محددة حدود سعرية بنسبة 40% صعودا وهبوطا كاستثناء. السهم فضل ينزل لحد ما وصل ل4 جنيه 97. نسأل هنا أسئلة مهمة، هو إيه اللي حصل؟ هو ليه المفروض السهم اللي الحدود السعرية بتاعته كان متوقع إنها تكون أزيد من العادي يحصل كده؟ هو اللي حصل هنا سببين. أول سبب وهي التسرع. في ناس اتسرعت جدا أزيد من اللازم. المتوقع إن المفروض السهم هيعلى جدا في بداية الجلسة أو في افتتاح الجلسة، بعد كده السهم هيبتدي يقل نتيجة البيع وجني الأرباح. الناس استعجلت في البيع وجني الأرباح، يعني اللي هو بمجرد السهم ما طلع وبقى ب5 جنيه و11 قرش الناس ابتدت تبيع. طب هو نسأل السؤال، هو انت بتبيع بناء على ايه؟ طب انت اصلا هل انت كسبان 2% ده كده كان مناسب بالنسبة لك؟ يعني حضرتك دخلت الاكتتاب ودفعت فلوس واستنيت التخصيص لعدد الأسهم بتاعتك علشان في الآخر تكسب 2% أو 1.8%، ودي حاجة مريبة. لو دخلت وبصيت على عمق السعر والتنفيذات هتلاقي ان يعني حد عارض على 4 جنيه 97 وعارض على 4 جنيه 98. يعني اللي بيبيع ده هل هو كان داخل الاكتتاب في البداية علشان يكسب قرشين ولا 3 قروش؟ فده سبب مهم وهو التسرع. عشان كده كنا بنقول دايما وبنأكد انك لازم تكون محدد الرقم بتاعك ومحدد المفروض هتكسب قد ايه، انما مش مجرد ما السهم ينزل بنسبة بسيطة تتسرع وتبيع عشان تخاف لا ينزل اكتر من كده. لاننا زي ما اتفقنا في البداية في الاول خالص ان السهم فيه صندوق استقرار. صندوق استقرار يعني تقدر ترجع السهم لو حابب وتاخد فلوسك اللي انت دفعتها في الاول خالص في الاكتتاب. يعني انت مش خسران، احتمالية انك تخسر هي صفر، فما كانش المفروض في داعي للتسرع. السبب التاني من وجهة نظري هو الخبر اللي نزل امبارح. في خبر كان نازل امبارح بيقول ان ارباح الشركة انخفضت في الربع الاولاني من السنة دي ب27%، اللي هو من اول شهر يناير لحد اخر شهر مارس. طبعا نزول خبر زي كده قبل الاكتتاب بيوم واحد هيأثر على السهم، لان ده بيدي انطباع ان الشركة مش ماشية كويس في الارباح بتاعتها. صحيح نزل اخبار النهاردة قبل الاكتتاب بساعة ان الايرادات الايجارية زادت بنسبة 50% وان الاصول زادت، بس ده كان تغطية للاكتتاب. انت في الاصل نزلت خبر سلبي عن الاكتتاب، فانت متوقع ان الناس اللي داخله الاكتتاب دي بمجرد ما تكسب ولو نسبة بسيطة هيحاول يبيع، لانه هو كده هيبتدي يقلق من الشركة الجديدة اللي لسه بيتعرف عليها في الاول ولسه ما جربهاش ولسه ما جربش الحدود السعرية بتاعتها. فبالنسبة لرأيي الشخصي بصراحة، على الرغم من ان السهم قفل اخضر، ان الجلسة كانت مخيبة للتوقعات، لان احنا كنا متوقعين ان السهم ممكن يزيد 20 و30% بناء على التغطية الاعلامية اللي حصلت على السهم وعلى الاكتتاب. طيب نستفيد ايه من اللي حصل؟ نستفيد ان التحكم في اعصابك اهم حاجة، اهم من التحليل المالي واهم من التحليل الفني. ان القرارات اللي اخدتها مسبقا قبل الجلسة بتخليك عندك زي مرجعية كده، تقدر تاخد قرار بوضوح اكبر. ان المخاطرة لازم تكون محسوبة. زي ما قلنا عندنا صندوق استقرار ضامن الاسهم بنسبة 100% لمدة شهر،